بك ما انام واشوف الكون كله بوجهي اظلم. لذلك تقول الرواية عندما دفنها أمير المؤمنين عليه السلام هومت عيناه بالنوم على قبر الزهراء، وإذا بالزهراء بالرؤيا تقول له يا علي جزيت خيرا ارجع إلى الدار. شنو الخبر يا زهراء؟ قالت يا علي إني لأرى زينب انتبهت من النوم وهي تبحث عني في غرف الدار. زينب حيدر زينب روح لها ومشي دموعها وصبر عليه. خافا على بنيتي من بجيت تموت وياه ظل اطفال الحسين. جاء إليها وجدها تدخل في غرفة وتخرج في من غرفة وهي منادية أما زهراء أين أنت؟ قالت يما ما نسينا تصدقيني يا يما ما نسينا يما القعدة وياك القعدة وياك محلاها يا يما القعدة وياك يما ما لقيناك ما لقيناك جينا المجانك ما لقينا. اختم القضاء الحوائج حتى انقل الميكروفون. من ردت زينب العدة حاجة عمي وي أم البنين أخواتي أمهاتي آبائي أخواني العدة حاجة وي أم البنين. إيه وأم البنين عزيزة زينب فد علاقة بينها وبين زينب أم البنين سلام الله عليها. عدة مريض العدة حاجة سأل الله أن يقضي حوائجكم شافي مرضاكم. أم البنين اجت طرقة الباب زينب مانع الدخول عليها إلا من أثقلت معها بعزيز. وإذا بالجارية تخرج قال السيدة زينب مانع الدخول عليها إلا من أثقلت معها بعزيز. قالت بالباب قال إلهام عباس بالباب. أنا قال لي إلهام عباس بالباب وياك يا زينب بالمصاب يما وياك يا زينب بالمصاب جيت العير يما فقني الأحباب. قالت يما فتحي زينب يا يما الباب فتحي وقال لي لأخوك الصاير عليه. يما قال لي يا لأخوك الصاير عليه ما فرزنت من دال لاعيه. لذلك تقول لعلي بن الحسين تقول له أنا كل أولادي ضحيتهم للحسين لكن أريدك أنا تدري الأم لا توصل كبر تموت الأب شنو يريد ابنه يتولى. قالت ردتك يا الولد ردتك يا الولد للكبر عكازة. أنا ردتك يا الولد للكبر عكازة وعلى اجتاف الولد تنشال الجنازة. يما على اجتاف الولد تنشال الجنازة ما أدري الوقت وياي يتوازن. قالت يما يا علي لو قرب وعدي يدفني يا يما بدال ولدي. يما من قبر ابوك تراب عندي حطهن يا يما جوا خدي اريد ان عطر ابوك بوسط لحد